السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريدين الطريقة المورية، عشان أنا اسمي مورا وكده. وحشتوني جدا جدا جدا، وليعلم الله أنني أحبكم كثيرا كثيرا، ولذلك سوف أسيب لكم الطريقة في السبسكريبشن. الطريقة النورية. صلاح الدين البتنجاني. بتنجاني مين؟ يا عم الراجل اللي شبه أستاذ إلهام شاهين ده اسمه تيجاني. بتنجاني ايه؟ صلاح الدين محمد ابو طالب. واحد صحينا الصبح لقينا صوره ماليه السوشيال ميديا، بيقول على نفسه انه معالج نوراني وبينسب نفسه للزاويه التيجانيه. تسكت الزاويه التيجانيه؟ لا. يقوموا منزلين بيان بيتبرئوا فيه منه ومن اللي بيعمله. طب والراجل ده عمل ايه لكل ده؟ والله على حسب اللي انتشر، فالراجل ده ما فرقش اي حاجه عن ابو موته في فيلم فول الصين العظيم. راجل غريب جدا، اغلب اتباعه ومريديه من طبقات معينه كده، عنده القدره انه يسيطر عليهم بطريقه مرعبه. ولو دخلت على الاكونتات بتاعتهم هتلاقيهم حاطين صورته على البروفايل بيكتشر وشايلين اسم عيلتهم وحاطين اسم التيجاني مكانه، كلهم نفس النسخه ولا كأننا في فيلم ماتريكس. الناس دي مش هتاخد في ايد المسيح الدجال غلوه، قيل والله اعلم انه بيسيطر عليهم بالسحر. ده ناقص يقول لهم انه صاحب مفتاح الجنه. كل شيخ وليه طريقه، انما ده ليه اتباع ومريدين وطريقه ومدد يا شيخنا مدد. الناس كمان بتخليه يربي ولادهم دينيا، وكمان بيقعد يدي دروس للستات. بمناسبه الموضوع ده، في بنت متربيه على ايده من وهي طفله، واهلها بيثقوا فيه ثقه عمياء. طلعت وقالت انه بقاله سنين كتير قوي بيبعت لها رسائل جنسيه، وان هو كان بيخليها تكلم ابنه على اساس يعني انه هيتعرفوا على بعض ويتجوزوا يعني والكلام ده. والبنت يا عيني للاسف بقت بتتعالج نفسيا بسبب اللي حصل لها والصدمات اللي مرت بيها. قامت مامة البنت بقى ما سكتتش، طلعت كتبت بوست طويل جدا، مش تشهير بيه، لا ده بتمجد فيه، وبتقول ان هو اللي مربي البنت وبيدخل بيتهم كمان من سنين طويله. وكمان بتقول ان البنت دي اللي هي بنتها نكره للجميل عشان كانت دايما بتهرب له من اسود باباها، واصلا بنت دي مجنونه وتعبانه نفسيا وكلامها مش هيتاخد على محمل الجد. انت متخيل الراجل ده غسل دماغ الناس لدرجه قد ايه؟ في سيرابست طلعت وقالت ان في 8 بنات غير خديجه راحوا لها وحجزوا عندها عشان يتعالجوا من اللي حصل فيهم. طب هل بقى كل البنات دي بتكذب؟ طب حتى لو البنات دي بتكذب، هو ليه الراجل ده اتطرد من المشيخه بتاعه الطرق الصوفيه وكل المشايخ دلوقتي بيحذروا منه؟ الناس بقى لما دورت ورا الراجل ده كويس، لقوا ناس كتير قوي من المشاهير اللي احنا نعرفهم وبنشوف اعمالهم على التلفزيون متصوره معاه وبتكتب كلام بتمجد فيه بطريقه غريبه جدا. كتير منهم دلوقتي كمان طالعين بيدافعوا عنه. لحد دلوقتي احنا مش عارفين الكلام ده حقيقي ولا لا، لان الراجل ده اصلا ظهر من العدم. لكن الخلاصه من كل ده يا جماعه ان في ناس كتير قوي مغيبه وبعيده جدا عن كتاب ربنا وسنه رسوله، فربنا يجنبنا الفتن ويثبتنا على دينه.